السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في تحفيل التحفيل. ما تيجي اما اقول لك ازاي تخرج وتتفسح انت واسرتك وتلف المحافظات ب 30 جنيه بس بعلم الزمالك. فكره لكل اللي عايز يتفسح ويروح اسكندريه ويروح بورسعيد، او ما فيش بورسعيد يروح اسماعيليه، يروح اسوان، المحله، يلف لفه حلوه قوي. هتجيب علم الزمالك يا معلم وتتابع مواعيد المباريات الخارجيه للزمالك، وتروح انت واسرتك، وزي النهارده مثلا تطلع على الباص بعلم الزمالك اللي كانت هتشجع، تنزل تعمل نفسك داخل الاستاد وتلف وتمشي، تروح تقضي اليوم وترجع بعد المباراه او ترجع لوحدك. فدي ميزه جامده قوي، فتقدر تستغل الموقف وتستغل الموضوع ان انت تتفسح وتنبسط انت واسرتك بعلم الزمالك سنه كامله. جميع المحافظات، تنزل محلة تشتري حاجات تشوفها، تنزل اسوان تروح اسوان بالقطر، تروح وتاخد سندوتشات وهتنبسط جدا 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 يعني. طبعا كميه التصريحات والحاجات اللي بتحصل في نادي الزمالك مش طبيعيه يعني. انت عندك اتحاد الكوره خاصم مرتضى شويه، وهو بيصوت وبيهدد اتحاد الكوره والكلام ده كله. فين المسؤولين وفين الناس اللي ضد اتحاد الكوره؟ كميه حاجات غريبه يعني. هم نادي فضايح ونادي بيعملوا حاجات غريبه جدا. مشي فيريرا، بعد كده ارجع هات فيريرا، اصل ده البروف كويس، المساعدين هم اللي وحشين. يعني انا مش فاهم بصراحه القصه هنا فين يعني. عبقري كاتب بوست يقول لك يا على ذكاء سياده المستشار مرتضى منصور، يا على ذكائه، يا على دهائه. اصلا فيريرا لما بيجي في نص الموسم بياخد الدوري، لكن هو بدأ الموسم فمتأخر. لا يا حبيبي، القصه قصه احتواء، القصه قصه احتواء، القصه قصه تحكيم، القصه قصه كلاتنبرج اللي مشي. طب ما بنفس المبدأ ما تجيبوا كارترون عشان يوصلكوا نهائي افريقيا وتاخدوا على قفاكوا طق ماشي. فدي غريبه قوي. النقطه الثانيه حابب اتكلم عليها، التصريحات واللعيبه والصفقات. التصريحات اللي اتقالت على اللعيبه فتوح وعبد الله جمعه ما زالت مؤثره، ما زالت في مشاكل، اللعيبه متضايقه جدا كالعاده. واللي انا فاهمه من زمان ان كتير 80% من لعيبه الزمالك بيبقى متواجد في النادي الزمالك عشان الزمالك، مش عشان هو زملكاوي او حابب يلعب في النادي، واول ما بيجيله فرصه بيطير. فاللعيبه اصلا باللي بيحصل اتضايق جدا، وفي حاجات غريبه يعني، اللي هو انت طالع بتفضحنا او طالع بتقول علينا كده، ايا كان الفعل بجد ولا مش بجد. نقطه ثانيه، قفل القيد اتقفل القيد يا عيني، فما فيش صفقات، ما فيش سمسره، ما فيش سبوبه. فقال لك نعمل ايه؟ نبيع امام عاشور اصلا من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر، مش في نادي الزمالك بس. واتمنى يجي الاهلي. فدي نقطه مهمه قوي. بيلعب في كل حته، لعيب ممتاز، اداؤه كويس يعني، شويه تحسين سلوك، ولكن في الفتره الاخيره اتحسن شويه. فطبعا نبيع امام عاشور عشان ناخد سمسره ونظبط ونفوق والعجله تمشي يعني. ما فيش دخل، السبوبه وقفت، فدي مهمه قوي، واحنا علينا ديون والديون بتزيد، فصباح الفل يعني. انت بتلعب مع فاركو، بتتفرج علينا، بتتفرج على الكبار، بتتفرج على العظمه، الاهلي مع ريال مدريد. تابعنا يوم الاربعاء، هتنبسط قوي. ويا ريت ما تقللش في البطوله، عشان في يوم مش عارف بعد 20 30 40 50 سنه يوم ما هتوصلوا وتاخدوا افريقيا وتوصلوا كاس العالم. ده لو ساعتها الدنيا ما اتغيرتش، مش عارف ساعتها كلامكم يبقى عامل ازاي. فيكم ناس هتموت، وفيكم ناس هيغمى عليها، وفيكم ناس هتعيط، وفيكم ناس يعني مش عارف هيعملوا ايه. هو السؤال الاهم في نهايه الفيديو هو ماتش فاركو متذاع على ايه؟ السلام عليكم.